برغم ان التفسير ما كانش تفسيري انا شخصيا وما كانش من دماغي، وانه كلامي اللي ذكرته في الفيديو كان موجود في كتب التفسير وموجود في العلم، إلا إن لسه في ناس لحد دلوقتي بتؤكد بشدة ومصرة إن حبل الوريد اللي ربنا ذكره في القرآن هو الحبل السري. فأنا خليني أرد على الناس دي بسؤالين اتنين لأنهم كتير جدا جدا جدا. بسؤالين اتنين. السؤال الأول: وظيفة الحبل السري هي نقل الغذاء والأكسجين من الأم للجنين، وبعدين نقل الفضلات وثاني أكسيد الكربون من الجنين للأم. حلو حلو. هل ده موضع وسوسة؟ لأ. ولو سمحت راجع الآية. التاني، السؤال التاني: دلوقتي الحبل السري بينقطع من بعد الولادة مباشرة من جهة الجنين، الأطباء بيقطعوا من بعد الولادة. هل قرب ربنا بينقطع عن ابن آدم بمجرد الولادة؟ ده سؤال تاني. وعلى فكرة الحبل السري هو موجود الفترة الجنينية، فترة عمر الجنين. فهل في الفترة دي بيبقى فيه وعي وبيبقى فيه إدراك وبيبقى فيه فكر وبيبقى فيه وساوس؟ السؤال ليكم. السلام عليكم.